السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة جايين لكم بفيديو جديد من فيديوهات مطبخ فوق او توتا. النهاردة جايين لكم بوصفة الاوريو اللي جوه اخر الليل، كيكة الاوريو. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، كومنتات كتير ولايكات كتير، ويلا بينا نبدأ الفيديو. دلوقتي معانا هنا الاوريو، هنفتحها ماشي. هنسيب واحدة علشان نحطها للتزيين ماشي، وهنحط بقية الاوريو في الطاجن ماشي. وهنجيب بقى ايد الهون معانا، مش هندقها جامد، احنا هنهرسها بس ماشي. احنا بنهرسها بس مش بندقها عشان الطاجن مش يتكسر. هنعملها كده لحد ما تعمل خالص، تبقى ناعمة ماشي. دلوقتي هنحط عليها نص كوباية لبن ونقلبها كده كويس ماشي. نفضل نقلب فيها كده، وبعدين هنحط كاكاو، نحط 3 معالق ماشي. وهنحط ربع معلقة سكر وربع معلقة بيكنج باودر ماشي. وهنحط الدقيق، هنحط 3 معالق، ونفضل بقى نقلبهم كده، نقلبهم كويس. اوريكم قوامهم هيبقى عامل ازاي. كده هتحتاج شوية لبن، حطينا عليها شوية لبن كمان. نقلبها كده كويس جدا عشان مش يبقى فيها تكتلات او حاجة. فهي ده قوامها اللي انا عايزاه اهو. دلوقتي هنحط بتاعة الاوريو اللي احنا سيبناها، نحطها فيها كده. دلوقتي ده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن اهي، مستوية جدا. هنبدأ بقى نعملها بالشوكة كده عشان تمتص الشوكولاتة اللي هنحطها عليها. ودي شوكولاتة انا عاملاها في البيت. هنبدأ نحطها كده على الاوريو اهي. كيكة سهلة وبسيطة، مش محتاجة اي تعب، ومكوناتها مش كتيرة، مكوناتها متناولة. دلوقتي بقى ايه، هنقطعها ده شكلها كده. ناخد حتة في طبق سخنة يا جماعة، صراحة طعمها كان تحفة قوي بجد، كان طعمها تحفة قوي. ده شكلها اهو. بس كده، ودي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، كومنتات كتير ولايكات كتير، ودعمونا في مطبخ فوق او توت عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.